السعادة ماشي مكان وماشي شخص وماشي وقت في الحياة. السعادة قرار داخلي كيبدأ ملي كتقولي بغيت نرتاح، بغيت نعيش بسلام. وهاد الراحة ما كتجيش بوحدها، كتجي ملي كتبداي تفهمي روحك وتقربي من الله بقلب راضي ماشي بقلب خايف. الناس كيقلبوا على السعادة في العلاقات، في السفر، في الأموال، ولكن كاين اللي لقاها في السجود، وكاين اللي لقاها في كلمة الحمد لله، وكاين اللي اكتشف أن السعادة عمرها ما كانت شي حاجة كنا كنتسناوها، ولكن هي لحظة كنحسو فيها بالرضا. الرضا هو المفتاح السري ديال السعادة. اللي كيبغي يعيش سعيد خاصو يعرف أن السعادة ماشي حياة بلا مشاكل، ولكن حياة فيها إيمان وسط المشاكل. ملي كتكون عندك علاقة قوية مع الله كتولي تشوف حتى الحزن بطريقة مختلفة، وما كتبقاش كتسول علاش أنا، كتقول يا ربي علمتيني درس جديد. وهنا كتولي المعاناة وسيلة تقرب ماشي سبب الحزن. السعادة كتجي وقت ما كتغفري راسك وكتسامحي الناس وكتفهمي أن الله كيضيعش دمعة وحدة ديالك. كل ألم داز كان عنده سبب، كل تأخير كان فيه خير. الناس اللي كيعرفوا الله بحق كيبقاوش يتشكاو، كيبقاو يبتسموا، لأنهم عارفين أن كل شيء مدبر بدقة ربانية. السعادة ما كتحتاج تكوني كاملة، ولكن تكوني قريبة من الله وتخلي قلبك نقي. ماشي ضروري تكون عندك حياة مثالية، كفاية تكون عندك نية طيبة والرضا بالقسمة والإيمان أن الخير غادي يوصلك في الساعات اللي ما تتوقعهاش. راه الله ما كيأخرش الخير، غير كيهيئك ليه. في كل نهار في الصباح قبل ما تشوفي الهاتف أو الأخبار، شوفي السما وقولي يا ربي اليوم ما بغيت والو، غير اعطيني سعادة بسيطة في قلبي وبارك لي في نهاري. غادي تحسي براحة غريبة، لأنك بديتي اليوم بإحساس التوكل ماشي الخوف. كل شي في هاد الدنيا زائل، المال، الناس، وحتى اللحظات الجميلة، ولكن اللي ما كيتبدلش هو إحساسك وقت ما تكوني قريبة من الله. فخلي يومك يبدأ بالذكر وينتهي بالشكر، وخلي ثقتك في الله أكبر من أي هم. راه الخير غادي يوصلك في هذا الوقت اللي غادي تحتاجيه فيه، وما عمرك غادي تكوني وحدك، لأن الله معاك في كل تفصيل صغير. شكرا لأنك سمعتني هذه الرسالة من القلب، وتابعي قناة خيرات وئام، لأن كل أسبوع كاين كلام جديد يقربك أكثر لله ويخليك ترتاحي من الداخل.